السلام عليكم أحلى مشاهدين وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. عايزة في البداية أشكر الناس اللي انضمت للقناة جديد واشتركوا في القناة، طبعا بشكركم جدا على ثقتكم ونورتوا قناتي المتواضعة جدا. اشتراككم في القناة عن طريق فيديو بتشوفوه ليا ده معناه إن آرائي بتعجبكم وكلامي بيعجبكم. بشكركم جدا ونورتوا القناة، وأتمنى إن أنا أكون دايما عند حسن ظنكم. النهارده الأهلي كان عنده مباراة مهمة جدًا في الدوري، مباراة مع فريق قوي جدًا، فريق عنيد، فريق عنده كورة، عنده سرعات، عنده عناصر مميزة، عنده كمان مدرب مميز جدًا رغم صغر سنه، لكن بيأدي أداء كويس جدًا مع الفرقة، عامل معاهم شغل كويس، تقريبًا متساويين مع الأهلي في عدد النقط، حتى الأهداف قريبة جدًا، 20 للأهلي، 18 دجلة. كانت مباراة مهمة، الناس كلها كانت متخوفة من المباراة ديّة، ولكن رجالة الأهلي عملوا اللي عليهم وأدوا أداء مميز جدًا. مستر تروب نزل بنفس التشكيلة بتاعة مباراة يانج أفريكانز، مع تغيير واحد بس وهو حراسة المرمى كابتن الشناوي بدل شوبير. الناس كلها بتقول ليه الشناوي لعب تاني، شوبير أدى أداء كويس جدًا في المباراة اللي فاتت وكان المفروض يكمل. الراجل عنده بطولتين بس طبعًا اللي هو دلوقتي مشترك فيهم، أبطال الدوري والدوري، يعني هو عنده 2 حُرّاس أقويا جدًا، الاتنين حُرّاس منضمين لمنتخب مصر، الاتنين حُرّاس من أعلى مستوى، يمكن أهم 2 حُرّاس في الدوري المصري أو في مصر كلّها. فخلّينا نقول إن بيدّي ده فرصة وبيدّي ده فرصة، وأنا سعيدة جدًا على فكرة بالrotation اللي بيعمله في حراسة المرمى، علشان الاتنين يستاهلوا، الاتنين يكونوا جاهزين، الاتنين مستواهم عالي، وحتى لو في حد شوية بنشوفه مقصّر ولكن ما ينفعش يقعد على الدكة، لإنه لو قعد على الدكة مستواه هيروح خالص مش هيبقى قليل بس. فلازم الاتنين ياخدوا فرصة، ونتمنى طبعًا التوفيق للاتنين حُرّاس، لإن هم أهم 2 حُرّاس في مصر. طبعًا الأهلي اقتنص ال3 نقط ب3 أهداف مقابل هدف لدجلة، ال3 أهداف كانوا حلوين جدًا. الجون الأول لتريزيجيه، بدأ الجون من عند ديانج، ديانج اللي الناس كلها كانت بتقول ديانج مش هيأدي أداء كويس لإنه عايز يمشي ومش عاجبه الحال وعنده مشاكل عايز يحترف، ولكن الراجل اتعامل بمنتهى الاحترافية، هي أخطائه وهي مميزاته ما اتغيّرتش، هو أداؤه، ودي حاجة كويسة. الراجل بيعمل ده لنفسه أولًا، لإنه ما ينفعش مستواه يقل، لإنه هو مصمم على الاحتراف، ولو مستواه قل حتى في نهاية الموسم ممكن الفرقة اللي هو عايز يروحها ما ترضاش بيه لإنه مستواه قل. فالناس اللي كانت بتقول لأ مش هيلعب بنِفسه هيلعب غصبٍ عنه، لأ الراجل أدى أداء كويس جدًا وساهم في المباراة بشكل كبير، وساهم في الهدف الأول، من ديانج لزيزو، عرضية لتريزيجيه والجون الأول. الجون التاني كان ضربة جزاء تسبب فيها إمام الموهوبين إمام عاشور، اللي كان مستواه ولا أروع النهارده الحقيقة. الولد بيعمل مجهود كبير جدًا في الملعب، ربنا يحميه. للأسف موضوع الVAR ده خلّى الناس قلقانة إن ضربة الجزاء ما تحسبش 3 دقايق لحد ما الVAR حسب ضربة الجزاء، تصدى لها زيزو. زيزو احتفل احتفال قوي جدًا، طبعًا بقى له كتير ما سجّلش أهداف وحاسس إن المستوى مش قد كده. وجّه تحية لجمهور الأهلي، عمل كده بإيده وظنيت إن هو هيعمل شعار كده وكنت هازعل منه جدًا، لكن هو طبعًا كان بيعمل نَفْسه زي ما يكون بيضرب نار كده. طبعًا مبروك لزيزو وفرحته الزيادة ديّة، لإنه الولد يعني عليه ضغوط، إن شاء الله يكون في أحسن حال زيزو. والجون التالت طبعًا برضه من إمام الموهوبين، عافرة كورة قوية جدًا واستخلصها بشكل رائع جدًا لأوتاكا مروان عثمان اللي بيقدم أداء ولا أروع بصراحة الماتش التاني ليه، وده الجون الأول ليه في الدوري بقميص النادي الأهلي. عايزة بس الناس تخِف عليه، ما يقعدوش بقى يمدحوا فيه ويمجّدوا فيه والإعلام يخِف شوية، لإنه لعيب صغير في السن، وموضوع المدح والكلام في الإعلام دوّة ممكن يخلّيه يعني ياخد غرور كده في نَفْسه، والغرور ده ممكن يخلّيه مستواه يقل. الإعلام يخِف عليه بالله عليكم شوية علشان بس يكمّل معانا كده ويكون بنفس المستوى. عايزين نتكلّم بقى عن بالعمري، ونتكلّم عن جراديشار، ونتكلّم عن الجزار. طبعًا جراديشار مستمر لحد ما نجيب مهاجم تاني، والمهاجم إن شاء الله في الطريق ما تقلقوش. أمّا بالعمري الناس بتقول ده قاعد علشان يعني فني، الراجل مش متأكد لسه من مستواه، طبعًا ما فيش الكلام ده، لعيب كبير بالعمري، وكلنا عارفين مستواه، وأكيد الراجل عارف مستواه، ولكن هي لسه المشكلة إن إحنا لسه مش عارفين نأيّد بالعمري.
مش قاعد لسبب فني يا جماعة، قاعد لإن لسه داري ما خلّصناش معاه، لسه جراديوشار مش هيمشي غير لمّا ييجي مهاجم، وداري عامل مشاكل بصراحة، مستغربة جدًا لموقف داري، واتكلمنا عن موقفه قبل كده وعن تصميمه إنه ياخد كل مستحقاته، ما فيش مشكلة عادي يعني، بس يكون في مرونة شوية، لحد الآن ما فيش اتفاق حصل مع داري. علشان يمشي، بس للأسف كنت أتمنى إن يكون الموضوع ينتهي بشكل شيك أكتر من كده يا داري بصراحة، ولكن بالتوفيق وإن شاء الله الأهلي يوصل معاه لحل بسرعة علشان نقدر نأيّد بالعمري. الحمد لله الماتش انتهى على خير وبشكل حلو والأهلي لعب مباراة حلوة. عايزة بس في النهاية ذكرى وفاة المهندس العمري فاروق بكرة. طبعًا ربنا يرحمه ويغفر له، راجل أدّى للأهلي كتير، راجل كان في منتهى الاحترام، منتهى الشياكة، بصراحة حد كلنا نفتخر بيه، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبّر أهله. آمم مش عايزة أطوّل عليكم، بس باطلب منكم حاجة صغيّرة، نكمّل مع بعض الفيديو للآخر عشان نحقق إحنا كمان الtarget ونكمّل الساعات اللي طالبها مننا اليوتيوب والقناة تتقبل. باشكركم جدًا وتصبحوا على ألف خير.